السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا إن شاء الله اليوم تكملة لموضوع السعي. هذه الحلقة الرابعة إن شاء الله. في الحلقة السابقة تحدثنا هل السعي له سقف زمن محدد وهل يتوقف في مرحلة ما. اليوم إن شاء الله نختم هذا الموضوع بثمار السعي. طيب، بعد ما تحدثنا على كل هذه الأمور، من عرفنا السعي وأهميته وأنواعه، طيب ما هي ثمار هذا السعي؟ ما هو الناتج؟ ما هو دائما لو نلاحظ يعني الآن خاصة أبنائنا ما شاء الله يعني جدا يعني أذكياء في موضوع يقول لك طيب ماذا بعد؟ يعني إيش الفائدة؟ هذه الأسئلة اللي دائما يعني يمكن أولياء الأمور يعني يجدوها من أبنائهم، يقول لك ليش أعمل كذا وإيش الفائدة لو عملت كذا. فيكون نحن من دور يعني يكون هذا الدور اللي نحن دائما نقوم به في تربيتنا لأبنائنا، يكون عندنا إجابات حتى ولو كانت لا تلبي طموحهم، لكن على الأقل يكون في معرفة وإجابة. طيب نأتي الآن للسعي. إذا سألك ابنك قال لك أنا ليش أتعب؟ وليش الواحد يبذل مجهود، واللي درس عمل إيه، وليش أنا أعمل؟ فاللي كان في من ضمن القصص كثيرة إنه واحد يكون جالس يقول أنا يأتيني رزقي. هذه الأشياء اللي كيف نحن يعني نحاور أبنائنا، وهذا يرتبط كذلك بعدم الدافعية في كثير من الآن الحالات، واللي ذكرت في الحلقة الأولى كثير من الاستشارات الآن عدم الدافعية، عدم الرغبة في تكملة الدراسة. يكون الابن جالس يعني في البيت وهو مع الأجهزة. طيب ثمار هذا السعي يمكن أنا ألخصه في 4 نقاط أساسية. أولا في الجانب النفسي، الإنسان دائما اللي يسعى يكون بناء النفسي بناء نفسي سليم، يكون هذا الشخص البناء النفسي بناء إيجابي. لماذا؟ لأنه يعني سبحان الله يعني مرتبط بالآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحان الله، يعني هذه الآية هي تعتبر نظام قاعدة تربوية يعني بالنسبة لنا. فبالتالي إنه يعني الله سبحانه وتعالى كذلك وإن أحسنتم لأنفسكم. فبناء الشخصية السليمة وتطورها، أنا أكون عندما أسعى يعود إلي نفسيا، أكون مرتاحة، أكون أنا أشعر بأن أنا حققت ذاتي، أشعر بأن أنا إنسانة يعني واجهت التحديات، وهذه مواجهة التحديات والخبرات ويعني يعني جعلتني أكتسب مهارات حياتية. الإنسان الذي لا يعمل لا يتعلم، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أنا أكون جالسة وعاطلة، ما حتضاف إلي شيء، يعني ما حيكون في أي شيء تغيير في حياتي، أنا منتظرة أو جالسة في نفس المحطة. فبالتالي هذا الحياة اللي تكون مليئة مفعمة بالحيوية والنشاط والإيجابية، هذه تعتبر نحن في الإرشاد والصحة النفسية تعتبر هذا البناء النفسي السليم. والنفس اللي هي النفس اللي يكون فيها تشعر بهذه الإيجابية، بأن حققت ذاتها، نمت شعور بالمسؤولية. في حد ذات الشعور بالمسؤولية له نتائج أو له يعني أشياء تعود بالصحة النفسية، وتكون الإنسان متوافق متعامل مع غيره. في الجانب الثاني اللي هي طبعا هذا الجانب الأول الجانب النفسي. طيب من ثمار هذا السعي كذلك الجانب الاجتماعي، مجتمع متكافل، مجتمع متعاون، مسؤولية الاجتماعية، أنه ما يكون فرد واحد فقط هو الذي يعمل، الكل يعمل. هذا يؤدي إلى تطوير المجتمعات. يعني نجد أنه الله سبحانه وتعالى وصفه في بعض الآيات اللي ذكرناه في الحلقات السابقة كذلك، بأنه مجتمع يعني ينمو، مجتمع يشعر بالأمان الاجتماعي، وهذا له شرط معين، يعني حتى يكون هذا السعي المشكور الذي وصف بأنه يكون من شروطه كما وضحت الآية، أنه قال الله تعالى في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بمعنى أنه أنا إذا ليس فقط نفسي، أنا تحملت مسؤولية، فبالتالي هذا حيعود بالنفع إلى الأبناء نفسه. ما يكون هذا الفائدة العامة
تجعل المجتمع يكون في أمان، في استقرار، في توافق، وحققنا بذلك التنمية المستدامة. هذه التنمية المستدامة تعتبر واحدة من أساسيات التنشئة السليمة. التنشئة السليمة بمعنى إنه نحن نعمل في هذه المؤسسة التربوية، مؤسسة الأسرة، كيف نحن الكل يعمل، وبالتالي أصبح هذا مجتمع آمن، مجتمع يعني متعافى، مجتمع متعاون، ونكون هذه واحدة من ثمار السعي اللي هو السعي المطلوب. جانب آخر هو الجانب الروحي، هي تزكية النفس وتحقيق مبدأ الإحسان. الله سبحانه وتعالى إن للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني سبحان الله، الإنسان بقدر سعيك، يعني بقدر اجتهادك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نحن سبحان الله هذا السعي لما أكون أنا بذلت وأخذت بالأسباب، سبحان الله هذا يعود بالنسبة لي أنا بالراحة النفسية، وتكون الراحة الروحية اللي هي الجانب الروحي يعتبر هو أساس للجانب للاستقرار النفسي، فتكون أنا راضية عن نفسي، وهذا الرضا أعلى مراتب الإيمان. الرضا يشعر الإنسان يعني يكون راضي عن أداء، راضي عن نفسه، راضي إنه هو بذل وأخذ، وراضي بما أراد الله وقسم الله له، أخذ بالأسباب. هذا كله يشعر الإنسان بالجانب الروحي المستقر والنفس المطمئنة والنفس الإيجابية، والتي نحن نسعى، يعني أساس الإرشاد، أساس التربية، نحن نريد أن نحقق هذه هو التوافق النفسي والاستقرار النفسي، لأنه هو أساس يعني يمكن يؤثر في كل أعمالنا وفي حركتنا اليومية وبشكل عام في كل ما يتعلق بالإنسان. فبالتالي احنا استطعنا أن نحقق جوهر اللي هو إعمار الأرض، فهذا هو الجانب الروحي. نأتي للجانب الرابع اللي هو الجانب الاقتصادي، والمال عصب الحياة. يعني الله سبحانه وتعالى يمكن ذكره في كثير من الآيات، وفي الآية أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لا يعني الإنسان العاقل لا يستغنى عن المال، والمال هو يعني فعلا نحن نستخدمه ونستعين به في حوائجنا وفي حياتنا في أشياء كثيرة جدا. فبالتالي نحن يعني حققنا قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني فإنه الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم ما توعدون. صحيح هو الأرزاق من عند الله والله هو الرازق، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتحرك نعمل. الرزق يعني ما يأتي ونحن جالسين في بيوتنا، أو نحن جالسين إنه يأتينا يعني كأنه يعني ينزل علينا. فلا بد إنه هذا التنمية في مجال الاقتصادي، إنه إحنا يعني يمكن طورنا الأسرة، اعتمدنا على أنفسنا، كما يقال اليد العليا خير من اليد السفلى. فهذا نوفر احتياجات أبنائنا واحتياجاتنا، ونحن ما يعني نكون نعطي. يعني الإنسان يعني سبحان الله يعني، ونجد هذه حتى في كثير من الأذكار، يعني الاستعاذة من الفقر، إنك تكون أنت الغني اللي يعطي أفضل من الفقير يعني. فبالتالي من خلال هذا السعي حققنا هذه الكفاية الاقتصادية. أصبحت الأسرة يعني بقى أصبح عندها تنمية اقتصادية ومادية، وبالتالي نحن كن ساهمنا في تنمية المجتمع، ابتداء من تنمية الأسرة ثم المجتمع نفسه. نستطيع أنه من هذا السعي من آثار الجانب الاقتصادي يكون عند مؤسساتنا منظماتنا، يكون عندنا هذا العمل المسؤولية الاجتماعية، نساهم في تطوير مجتمعاتنا. يعني الآن من خلال المال نقدر نستطيع أن نساهم في إعمار هذه الأرض، وبالتالي نكون أصبحنا نحن يعني كملنا هذه الجزئية اللي هي حققنا الراحة النفسية، الجانب الاجتماعي، الجانب الروحي، والجانب الاقتصادي. هذه كلها يعني الأربعة أركان اللي من خلالها الإنسان يستطيع أن يكون له مساهمة ويكون له السعي الإيجابي. وصلنا لختام موضوعنا، موضوع السعي في هذه الحلقة. أرجو أن أكون إن شاء الله وصلت لكم جزء بسيط من هذا الأمر، إن شاء الله إلى أن نلقاكم في موضوع آخر وحلقة جديدة من برنامج نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.